السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي وأحبابي، كل الطلبة وكل دارسي اللغة الإنجليزية، إن شاء الله يا جماعة رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد، وآسف طبعا على التأخير في نزول الفيديوهات نظرا لضيق الوقت. النهاردة هنتكلم على الديالوج أو المحادثة، وإزاي نتعامل معاها وإزاي نكون سؤال. طبعا أنا هنا بدأت ببارت 1 اللي هو الجزء الأول أو النوع الأول من السؤال، اللي هو طبعا بيبدأ بالأفعال المساعدة am وis وار ووز ووير ودو وداز وديد وهاب وهاز وهاد وويل وود وكان وكود، كل الكلام ده اهو am وis وار دو داز did have has had was where can could will would. اي حاجة من دول يا جماعة بدأ بيهم السؤال يبقى بمعنى هل، والإجابة عليها طبعا يا إما بيس يا إما بنو. طبعا هنا كان مديني سؤال، كان طالب يعني مديني سؤال واحنا هنجاوب عليه. Do you play chess؟ السؤال هنا بدأ بإيه؟ بدو، يعني بيقول لك هل أنت بتلعب شطرنج؟ هتقول يس، يو تتحول لإيه؟ لآي، وأنزل دو زي ما هي بيس أي دو. طب لو هتجاوب بنو، نو أي دو، وحط لها نوت، لأن احنا اتفقنا إن نو لازم يكون معاها نوت مرتبطة بيها، يبقى نو أي دونت، واختصار نوت دي بنحط انه ابوستروف اصلا يعني، وبعد كده تي. وتخلي بالك من التحويلات دي، يو تحول لاي، هي بتنزل هي، شي بتنزل شي، وات بتنزل ات، لقيت زي بتنزل زي، لو لقيت اسم احمد تنزله زي ما هو او تعوض عنه اذا كان مذكر به واذا كان مؤنث بشي. السؤال اللي بعد كده have you got a car؟ هل انت تمتلك؟ برضو have من ضمن الافعال المساعد. اي حاجه من دول يا جماعه بدا بهم السؤال هيبقى الاجابه عليها يا اما بيس او بنو. يبقى يس ويو تتحول لاي، وبعمل مقص يس اي هاف. هتجاوب بنو هتعمل برضو نفس التحويل، يو تتحول لاي وعامل مقص، كل اللي هضيفه اللي هي نوت او ان ابوستروف تي، يبقى نو اي هافن. طيب هنا هنعمل سؤال، يعني المفروض هنا كان في نقط. yes I can swim، تبتدي تدور في الجملة على فعل مساعد، تشوف بقى في am is are was where do does did have has will would can، اهي كان اهي ابتدي بيها. واي طبعا تحذف يس ونو دي خلاص مش عايزينها، اي تحول لايه؟ ليو، واكمل بقيه الاجابه اكمل بيها السؤال، لان دايما السؤال بيس ونو بطلع الاجابه فوق كلها في السؤال. Are you ill؟ هل انت مريض؟ طبعا هكتب يس، يو اتحولت لاي، بس ما ينفعش اخد ار مع مين؟ مع اي. طبعا بتاخد ايه؟ ام، لان انت عارف ان ام بتاخد اي، از بتاخد هي وشي وات، ار بتاخد وي ويو وزي. فلما انا حولت يو لاي فاستحالة ان انا استخدم معاها ار، فبستخدم معاها ام. تمام، ده كده النوع الاول من السؤال اللي هو بيبدأ بفعل مساعد والاجابة عليه بيس او نو. عرفنا ازاي نجيب من السؤال اجابة، وعرفنا ازاي نعمل من الاجابة سؤال. طبعا في حالة عدم وجود فعل مساعد زي اللي موجودين كده، يعني هنا كان في كان، هنا كان في ام. طيب في الحالة دي يا جماعة باخد يا دو يا دز يا ديد بس. دو لو كان الفعل الموجود عندك مضارع بريزنت، فعل بدون اي اضافات. طب امتى اخد دز؟ دول بستعين بيهم في حالة عدم وجود فعل مساعد في الإجابة، يعني هنا كان فطلعتها، فما ينفعش إن أنا أجيب حاجة غيرها. لكن لو مفيش كان ولا أي حاجة من دول ببتدي أشوف الفعل اللي عندي. لو لقيته مثلا سي مثلا بلاي، يبقى أطلع دو. لقيته بلايز أطلع دز. طب لقيته في الباست في الماضي أطلع ديد، يعني لقيته بلايد أطلع ديد. طبعا لما بتيجي تحط الفعل تشيل منه، لو كان في اس تشيلها، إذا كان فيها اي دي أو كانت في التصريف التاني فعل غير منتظم برجعه لأصله. يا رب تكونوا استفدتوا، ويكون الفيديو النهاردة عجبكم، ونقدر إن احنا نتدرب أو نعمل من كل نوع 10 أسئلة وانت تجاوب عليها وتعمل إجابات وتعمل عليها سؤال، أو تدور في التدريبات أو التمرينات بحيث إن انت تقدر. طبعا هو لسه سؤال الديالوج أو سؤال المحادثة مخلصش، لأن في الجزء التاني أو النوع التاني من السؤال اللي هو بيبدأ بأداة استفهام اللي هي بتبدأ ب WH أو H، زي وات وير هاو أو ميني والكلام ده كله. يا رب لو كان الفيديو عجبكم واستفدتوا منه يا ريت تدعمونا بسبسكرايب وتشتركوا في القناة
عشان يجيلكم كل جديد. ويا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.